القضيه ديال اشرف حكيمي مازال بطوله وفيها بزاف ديال المستجدات، وهاد القضيه هذه اللي طاريه دابا كنظن هي اكبر قضيه ديال طلاق في تاريخ المغرب ديال البطل ديالنا اشرف حكيمي، اللي فيها اللاعبه وفيها شلا دورو. وهاد القضيه هذه ديال اشرف حكيمي ولا دايره بحال الستروج، هبه هبوك ضد اشرف حكيمي. هنا كنشوفوا الاستراتيجيه ديال اشرف حكيمي انه قدر انه يتنبأ داكشي اللي غادي يوقع قبل ما يوقع، وكان دارس بلانو ودارس حسابه، وحتى هبه هبوك كذلك. ودابا واليوم كاينين المستجدات ديال هذه القضيه التكتيكيه البارده بين اشرف حكيمي وهبه هبوك. اشنو بغات منه هاد السيد هادي، وشحال تقدر تربح مراته من هذه القضيه هادي، واشنو اللي خاصنا حنا نستافدوا ونتعلموا من هذه القضيه هادي. كلشي غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. كنتمنىكم تدعموني بابوني وتتبعوا الجديد ديالي، وكنتمنىكم يعجبكم هادشي اللي كنقدم لكم، وبغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير. ويلا نبداو الحلقه. للتذكير، هبه هبوك مشات للمحكمه وطالبات المحكمه باش انه تاخذ النص ديال الثروه ديال اشرف حكيمي، وهذا الشيء قالته الصحيفه الاسبانيه ماركا. والسيده ما عرقات ما جرات ما تقاتلات ما عرقات في التوني وبغات دير ليه فلوس هكاك باطل. والمحكمه صدماتها وقالت لها السيد اللي كنتي مزوجه به راه ما عنده والو في الحساب ديالو، وما عنده حتى شي حاجه في سميتو، وكل شيء في الحساب ديال الام ديالو، يعني ضربك تران. علاش كيقولوا هذه القضيه فيها اذن؟ لانه من بعد ايام قليله من مورا ما تم الاغتصاب، هبه هبوك مشات طالبات الطلاق ومشات لهاد المحكمه وبغات تاخذ 50% من الاملاك ديالو، وهذا الشيء اللي كانت طالبه عليه من الاول. وهنا الاخوان خرجت جريده ماركا الاسبانيه وكتقول ان هبه هبوك تصدمات. علاش تصدمات؟ حيتاش لقات اشرف حكيمي ما عنده حتى شي حاجه في الاملاك ديالو، ما كاتب حتى شي حاجه في سميتو، وكل شيء في حساب ديال بمو، وحتى الصالير ديالو بالقيمه ديال 80% كيدوز الام ديالو. ومن مورا ما خرج الخبر كتاكد جريده ماركا الاسبانيه بما انه اشرف حكيمي ما عنده حتى شي حاجه في الحساب ديالو، ما عنده حتى شي حاجه في سميتو، وفي حالة تطلقوا فإن القانون اللي كان من قبل غادي تطبق عليهم بجوج، غادي تطبق على المرأة وعلى الراجل. يعني كنستنتجوا أن المرأة إلا كانت عندها شي ثروة ديالها والراجل ما عنده والو في الحساب ديالو وتطلقوا، فهنايا الراجل يمكن ليه ياخذ النص ديال الثروة ديال المرأة ديالو. وكيقول هبه هبوك كتفوق الثروة ديالها 3 مليون ديال الدولار. وكيقول اشرف حكيمي باللي هو اللي ولا كيطالب التعويض من مراته هبه هبوك، وهبه هبوك كتقلب على شي طريقه اللي قانونيه باش دير اشرف حكيمي رزقو وديتي ليه ديالو. ومنين سول الام ديال اشرف حكيمي سمعوا اشنو قالت لهم. حكيمي تيهضروا معاها، هي في العمره دابا، وهضروا معاها وتكلموا معاها، قالت لهم واش حتى هذه غادي يكرهوني عليها، حيت دابا الناس كاين اللي خلق نقاش الموضوع هذا ديال علاش في الام ديالو. قالت لهم شنو فيها الا كانت بصح، قالت لهم راه ولدي الا ما دارش هكاك ما غاديش يتفك من ديك السيده. وديك تهضر على هبه هبوك، وقالت لك سيدي هضرات، قالت لهم حتى واحد السيده عيطت لي البارح، راجلها هو الخياط ديال العائله، وسولتني واش بصح هاد الاخبار، وانا بكل صراحه والله ما سمع شي حاجه من عند ولدي اشرف، والا كان دار هادشي باش ينقذ راسو انا ما فراسي حتى شي حاجه. كيف ما سمعتوا الام ديالها ما فراسها والو، واشرف حكيمي دار هادشي مديتو لراسو، وهو اللي دار هادشي هذا لانه كان عارف شي حاجه من مورا هبه هبوك. ولكن واش كاينه شي ثغره قانونيه اللي تقدر هبه هبوك تشد بها اشرف حكيمي؟ الله اعلم. في هذه القضيه كتبان هبه هبوك هي اللي خايبه وتوسخت لها السمعه ديالها من الاخر، لانه كتبان طامعه وباغا تدي الفلوس وباغا تدي الرزق ديال حكيمي اللي صغر منها ب 12 عام. ايا الاخوان 12 عام، وكل شيء متضامن مع اشرف حكيمي، كاع النجوم ديال العالم متضامنين مع اشرف حكيمي، وعلى راسهم اندرو تيت، اشهر انسان على وجه الارض، اشهر انسان على وجه الكره الارضيه. ولكن السؤال المطرح هو شحال كاع غادي تربح هبه هبوك من هذه القضيه؟ واللي مخلي هبه هبوك لاصقه وعاضه في هذه القضيه هذه هو انه على حسب جريده ماركا الاسبانيه كتقول انه هبه هبوك لاصقه وعاضه في هذه القضيه هذه لانها عارفه غادي تربح 8.5 ديال المليون يورو. ايا الاخوه 8.5 مليون يورو. دابا بتاخذ 8.5 مليون يورو بارده ما هزت محطات، ولكن باش انها تاخذها خاصها تثبت ان دوك الممتلكات ديال اشرف حكيمي، وهذا الشيء اللي اشرف حكيمي عطانا فيه ماستر كلاس واللي قرا به العالم كامل. الاخوه الحاجه اللي خاصنا نستافدوا من هذه القضيه ديال اشرف حكيمي واللي خاصنا نتعلموا من هذه القضيه ديال اشرف حكيمي هي انه الزواج ماشي سهل، والزواج ماشي لعب وماشي ضحك
وهذاك السيد ولا السيده اللي غادي نكملوا مع حياتنا كامله خاصنا نحسن الاختيار، وخاصنا نعرفوا كيفاش نختاروا هذاك السيد ولا هذاك الشخص، لانه كيف ما يقدر يهبطنا الفوق كيف ما يقدر يخبطنا الارض. وداك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى وصانا بواحد الدعاء اللي ديما خاصنا نقولوه: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعيننا واجعل لنا امما. صدق الله العظيم.